هذا المستمع يقول: ما حكم هذا الدعاء: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون؟ وما حكم تداوله في رسائل الجوال؟ وهل هو دعاء المعجزات كما قيل؟ الآية في قول الله جل وعلا في سورة التوبة: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، يعني أن الله ذم المنافقين الذين إن أعطوا من الصدق رضوا وإن حرموها سخطوا ولو كانوا غير مستحقين لها. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قال الله: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله من فضله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ليس هذا دعاء مشروع، إنما هذا أرشدوا له إذا منعوا الصدقة لأنهم أهل غنى أو أعطوا منها لقدر حاجتهم أن يرضوا بذلك ويطمئنوا ولا يطلعوا إلى ما ليس لهم. أما أن يكون دعاء فليس دعاء. جزاكم الله خيرا.